السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير، وياكم زيد الكربلاي. طبعا نفس ما تشوفون شباب، انا حاليا بقرية اخوي، قرية عراقي الابد. اليوم شباب حبيت اصور لكم عن الحرب. نفس ما تشوفون كلان 5 الخصم، وطبعا هسه احنا متقدمين عليهم. هذا النهج مالتي على الاول والثاني. طبعا الخصم قوي، قريته شبه الماكس، يعني هي ماكس نفس ما تلاحظونها. طبعا نزلت له جولم وبالكيري من الجهتين حتى نقبل الغراض باليمين وباليسار، وبعدها نزلت باقي الجيش بالنص وذبيت لهم جنب سبيل، ودخلوا للبيت وعطيتهم تسريع، وبعدها تجميد على الانفرنو. نفس ما تشوفون دمرت منطقة الوسط هي والبيت وكل الغراض اللي يعني. طبعا الدعم ما كتلته بقى نفس ما تشوفون هذا التنين. بس يعني هجمة حلوة، وأهم شي هنا نجمتين. ما دام نجمتين الهجمة أنا أعتبرها ناجحة، يعني نفس ما تعرفون القريات القوية صعبة تنمسح، أو اللي يراد لها فد استراتيجية يكون ما تخطأ بيها ما أي شي. يعني إذا تأخرت فد لحظة أنت راح تخرب الاستراتيجية يعني. فأنا طلعت من عندنا نجمتين، وهذا الثاني هم هجمت عليه قرية ابن العراق، وهم نجمتين طلعت من عنده. نفس الخطة شباب، نزلت جولم وفالكيري من الجهة اليسار، وجولم وفالكيري والملك من جهة اليمين، ونزلت كل الجيش البقى من الوسط مع الملكة والأمير، وطيتهم تسريع وجمب نفس ما تشوفون شلون عبروا. طبعا الفالكيري عبرا للملكة، وبعدها انه راح يدمر منطقة الوسط. نفس ما تشوفون كسرت النسر، فلشته والكلان، وطبعا هي منطقة الوسط كلها صارت مفلشة، يعني ما بقى بيها شي. لهنا تقريبا خلص الجيش مالتي، بقى بس الأمير نفس ما تلاحظون، والجول مالته. خلصت الهجمة وطلعت من عنده نجمتين و64%. هنا أنا هجمت بقرية أخوي بيت 9 مساحته، وحاليا راح أهجم على هذا البيت 9 رقم 4 هجمة مباشرة. Invincible.
يا اما عيسى وما راح يهجمون، يا اما ينتظرون لاخر ساعة ويهجمون. المهم شباب، وصلت وياكم لنهاية الحلقة، اتمنى عجبتكم، تحياتي لكم ومع السلامة.